الإجهاض المتكرر. الإجهاض المتكرر هو عبارة عن حدوث إجهاض أكتر من 3 مرات للسيدة في عمرها بشكل عام. تمام كده؟ طيب الإجهاض المتكرر ده تعريفه إيه هي أسباب الإجهاض المتكرر؟ يعني كيس سيناريو كده، دكتور أنا أجهضت في حياتي 5 مرات، وال5 مرات دول أجهضتهم كلهم في أول شهرين أو أول 3 شهور، ومش عارفة إيه السبب اللي خلاني أجهض بالشكل ده. خلينا نقسم الأسباب اللي بتحصل منها إجهاض بشكل متكرر لمجموعة من الأسباب الشهيرة. من أشهر الأسباب بتاعتها هي الأخطاء الكروموسومية أثناء تكوين الأجنة. يعني أثناء تكوين الأجنة بيحصل مشاكل أو جينيا بيبقى فيه مشكلة معين في التركيب الجيني بتاع الجنين ده، وبالتالي بيحصل إجهاض بسبب هذا يعني الخلل الجيني بمعنى أصح. وده بيمثل نسبة كبيرة جدا، ممكن توصل ل 80 أو 90% من أسباب الإجهاض المتكرر. ولكن قبل ما نقول احنا سبب الإجهاض المتكرر بتاعنا جيني أو غير معروف أو غيره، لازم الأول نستبعد الأسباب المشهورة والمهمة للإجهاض المتكرر، وأهمها رقم 1 هو اليوتراين أنوماليز أو العيوب التشريحية والخلقية في الرحم. ناس كتير جدا بنبدأ نشخص ان هم عندهم مشكلة في الرحم بعد الإجهاض رقم 4 أو رقم 5، لأن هم بيكونوا مزد من أول يوم ان في مشكلة معينة جوه الرحم. بمعنى ان انا يعني فحص تجويف الرحم سواء عن طريق المنظار الرحمي أو عن طريق أشعة الصبغة أو عن طريق سونار رباعي الأبعاد مهم جدا في حالات الإجهاض المتكرر. استبعاد العيوب الخلقية داخل الرحم، واستبعاد الأورام الليفية داخل الرحم، واستبعاد الحواجز الرحمية داخل الرحم، واستبعاد الأشكال المختلفة للرحم من رحم ذو القرنين أو رحم ذو القرن الواحد أو رحم غيره من الأشكال التشريحية اللي ممكن تكون موجودة، من أهم أسباب اللي احنا ما ينفعش نغفلها قبل ما نقول للست أنت إجهاض غير مسبب أو أنت إجهاض بسبب جيني. السبب الثاني المشهور واللي يمكن كل الستات بتعمله وكل الدكاترة بتعمله هو فكرة ان انا استبعد الاسباب المناعية لحدوث الاجهاض المتكرر. وايه هي الاسباب المناعية لحدوث الاجهاض المتكرر؟ اول سبب واشهر سبب واكتر سبب بنشوفه هو وجود اجسام مضادة ضد اللوبس او الذئبة الحمراء، وده حاجة شهيرة ويمكن بنشوفه كتير في الحالات المصرية. وده بيتم تشخيصه بان احنا نعمل اجسام مضاده لللوبس ونعمل اجسام مضاده لبعض الاجسام المضاده الشهيره اللي موجوده يعني في المعامل المصريه. وفي حاله اكتشاف ان في اجسام مضاده بنسبه عاليه موجوده بنبدا ناخد ادويه من بقى الكورتيزون، من ادويه سيوله، من ادويه معينه ان احنا نزود او نقلل فيها الاجسام المضاده دي، وبالتالي يحدث حمل بشكل طبيعي. نسبة الحالات اللي بنكتشف فيها ان عندها او السبب في الاجهاض المتكرر بتاعها اجسام مناعية نسبة قليلة جدا بصراحة، انما النسبة الاكبر ما بتكونش خالص من الاسباب المناعية. طيب لما نستبعد كل هذه الاسباب سواء الاسباب المناعية او الاسباب العيوب الخلقية والتشريحية، بنكون ساعتها في حل من 2، يا اما يكون المشكلة جينية، يعني في مشكلة جينية عند الزوجين دول او عند البيبيهات اللي بتتكون عندهم ما بتخليش الأجنة دي تكمل، أو هذا إجهاض غير مسبب يعني unexplained، يعني غير معروف السبب. والحالات اللي زي كده بتبقى حالات يعني بنحاول ان احنا نساعدها بكل الطرق الممكنه، ونحاول ان احنا اول ما بتحمل بنديها ادويه كتير جدا علشان نستبعد المشاكل اللي عندها. وغالبا الاجهاضات الغير معروفه السبب دي في الاخر هيكتشف ان في جين معين او في خلل جيني معين بس احنا مش قادرين ان احنا نوصل. علاج الاجهاض المتكرر ان احنا نعالج السبب، يعني لو مشكله في الرحم نعالج الرحم، مشكله في الاسباب المناعيه نعالج الاسباب المناعيه، مشكله جينيه نعمل الحاجات الجينيه اللي هنتكلم عنها في فيديو لوحده عن فكره ان احنا نستبعد الامراض الجينيه لو احنا اكتشفنا ان في مرض جيني معين هو اللي بيعمل الكلام ده. ولو غير معروف السبب احنا ما قدامناش حل غير ان احنا ندي مجموعه من الادويه 5 6 7 ادويه كده بنكتبهم لكل الحالات في انتظار ان الحمل ده يعدي بخير ان شاء الله. حالات الاجهاض غير معروف السبب موجوده كتير ولازم تشخص كويس قوي قبل ما نبدا العلاج بتاعها. شكرا.